بسم الله الرحمن الرحيم. لا زالت أمنية تختلج قلبي بين الحين والآخر، قد سهدت عيني وأبعدت النوم عني، وتحملت الهموم من أجلها وأقضت مضجعي. أمنية كانت ولا زالت مهجتي وضميري، لا زالت في مهجتي وضميري، لا أفتأ ولا أنفك عن طلبها من الله العزيز القدير الذي لا تضيع عنده الأماني. فتلك أمنية لا يسعني إلا أن أرفع يدي داعيا الله عز وجل أن يحققها لنا، لكي لا نكون قد ألهتنا الدنيا الدنية مبتعدين عن طرق الله سبحانه وتعالى التي خطها لأحبائه وأوليائه أولي الأبصار وأولي القلوب وأولي العقول. أمنية يسعى لها كل من يريد مرضاة الله عز وجل، لكي يعيش بمنأى عن شرور الشيطان وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره. فالشيطان يكيد لنا المكائد لكي يجعلنا منغمسين في الملاهي والمعاصي والدواهي والمكائد، ونسلك طرقا توصلنا إلى المهالك. أمنية ليس دونها خرط القتال، يعني مو صعبة بل ممكنة، ونمتلك الكثير من المقومات لإيجادها وإخراجها إلى عالم النور، لكي نتمتع بها ويعيش في كنفها كل المظلومين الفقراء ممن ذاقوا مرارة الظلم والتعذيب والسجون والسياط والفقر والحرمان والقمع والتضييق وما إلى ذلك، كما هو المتعارف في جميع بقاع العالم. وقيل وقبل أن نعلم ما هي الأمنية علينا معرفة المقومات، ومنها أولا إننا أصحاب عقيدة صالحة إن شاء الله تعالى، وصاحب العقيدة الصالحة يكون طاهرا باطنا إن جاز لنا التعبير، باطنه طاهر. ومعنى ذلك أن الإنسان يملك وعاء طاهرا يمكن معه أن يملأ بالخير والصلاح بل والإصلاح. وأما إذا كانت سريرة الإنسان وباطنه منغمزة بالرذائل فقد تنجس معنويا والعياذ بالله. ومعه فأي فكرة يتلقاها أو أي عمل يسعى له أو يطبقه فسوف يختلط بذلك الإناء غير الطاهر، فيكون غير متكامل وقد يذهب هباء منثورا. وإذا كنا ممن صلح سريرته وعقيدته وضمائره وضميره سوف يكون تكاملنا أسرع وأسهل وأفضل وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر من غيره ممن لم تصلح سرائرهم وعقائدهم والعياذ بالله، وهذا أكيد بطبيعة الحال. ولا يسعنا في هذا المختصر ذكر مقومات حسن العقيدة وصلاحها، فإن ذلك يطول شرحه ويطول مقامه لو صح التعبير. ولكن مختصرا إن أولها البيئة، وثانيها التربية، وثالثها الزمان، وغيرها كثير، فإن شئتم فراجعوا. ولا يفوتكم أحبتي إننا لم نقصد بالعقيدة الصالحة عقيدة معينة أو مذهب معين، بل قد ينطبق ذلك حتى على البسطاء وممن لم يخالطوا المفسدين، كذلك طيبي القلوب وأصحاب العقول البيضاء التي خلت من الشبهات، وأصحاب القلوب الصافية الخالية من الحقد والضغينة. ثانيا
نحن أصحاب بلاء كثير وهذا واضح، وقد وقع علينا الحيف والظلم، ورأينا الكثير من المصائب والبلاءات كالحروب والتفجيرات والقتل والترويع والجوع والدكتاتوريات وغيرها، تلك التي ملأت أركان العراق من شماله إلى جنوبه منذ مئات السنين وحتى يومنا هذا، وإلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. وقد يعجب السامع العزيز من تلكم النقطة، لكني أقول أن كل فرد يزج في البلاء الإلهي ويخرج منه صابرا محتسبا، مجزعا حبيبي بلا جزع ولا ملل معتد به، سيكتبه الله من الصابرين، ومعه ستخفف ذنوبه، وخصوصا نحن وإياكم ممن خلطوا عمل صالح وآخر سيء، عسى الله أن يتوب علينا ويرحمنا. بل قد ورد في أحاديث كثيرة وروايات مستفيضة من أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وخصوصا من يعلم منهم الصبر على ذلك أي على البلاء، فإن الله لا يكلف نفسا ولا شعوبا إلا وسعها، فيكون ذلك تمحيصا وجلاء للكثير من المظالم والمآثم، وبالتالي تزيد من التكامل العلوي وتلغي الكثير من التسافل والتدني. ثالثا، نحن أصحاب إرادة وعزيمة، لا أصحاب تخاذل وتواني هم إن شاء الله، بل هممنا تزيل الجبال إن شاء الله، أعني جبال الذنوب التي يحملها كل فرد بين جنديه، والتي تقسم الظهور وتؤخر التكامل وتزيد من التسافل. ويمكننا أن نعبر تعبيرا آخر فنقول نحن أصحاب هدف واحد، هدف، وكل من جعل لنفسه هدفا صالحا، شوف هدفا صالحا بطبيعة الحال خال من المآثم والمظالم، ووطن نفسه على الوصول إليه على الرغم من كل الحواجز والمصاعب، مو تتصوره تفارق الطريق، على الرغم من كل الحواجز والمصاعب والبلاءات والعقبات، فسيكون الله موفقا له موصلا له لذلك الهدف، مسددا بذلك منه جل جلاله. قال تعالى: ومن أراد الآخرة، من أراد الهدف، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وكل نمد بهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. مفتوح للجميع حبيبي. ويمكننا أن نفهم معاني عديدة من هذه الآية فيما يخص بحثنا بطبيعة الحال، ومما يمكن استنباطه وباختصار في تلك الآية مراحل تحقيق الأمنية. أولا، واحد، الإرادة، كما في قوله تعالى في نفس الآية: ومن أراد الآخرة، واللي ما يريد تقرأ سبع الآية. فالإرادة هي المنشأ الأول للنجاح والفلاح والصلاح والإصلاح، وبلا إرادة لا معنى للوصول إلى الهدف. اثنين، صلاح الهدف، إذا كان الهدف فاسد فلا معنى للوصول إليه. صلاح الهدف وهو مستنبط من قوله تعالى في نفس الآية: أراد الآخرة، وهو عكس من أراد الدنيا، الآخرة والدنيا، فالدنيا تسافل والآخرة تكامل، والآخرة تطلق ويراد بها التكامل أو الهدف الأسمى. ثلاثة، الإيمان واليقين بالهدف، لا أن يكون مجبرا أو مسيرا،
وهو كما في قوله تعالى في نفس الآية: وهو مؤمن بالوصول إلى الهدف وبالهدف. أربعة السعي العزيز والعزم والعزيمة كما في قوله تعالى: وسعى لها سعيها. مو يقعد يسجد يحط ايده على خده تعال رب يوصلني. أخوة، هذه وغيرها من المقومات التي نمتلكها إن شاء الله جميعا لتحقيق الأماني، بل الأمنية الكبرى التي بدأنا الخطبة بها والتي للآن لم يتم ذكرها، ونقول إنها هداية المجتمع، مو فشي سهل حبيب، وصلاحه وإسلامه، وبالتالي تحقيق المجتمع المسلم الذي لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولا سياسة ولا بلاءات ولا خلافات ولا غيرها عن ذكر الله. من الأمور الدنيوية المنحطة التي قد تكونون أنتم أعلم بها مني، فهل أنتم أيها الأحبة والأعزة ممن ستعينوني على تحقيق هذه الأمنية أم لا؟ وأقول كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وذلك بالتعاون والتكاتف والصبر والإيمان والصلاة والصيام والابتعاد عن الدنيا وملذاتها وغرورها وشهواتها. عسى الله أن يوفقنا لمرضاته.